السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة معانا أرنبة بابيون أحمر هي والدة. هنشوف طبعا الخلفة بتاعتها، واحنا بنشوف الخلفة يا جماعة هنتكلم مع بعض ازاي ان احنا هنحافظ على الخلفة ديت، وازاي هنزود اللبن بتاع الأم، وازاي ان احنا نقدر نخلي الارنبه ديت لو والده اي عدد من الارانب ان هو يكبر بسرعه معاك ويحول بسرعه. لان في ناس يا جماعه بيسالوني عن تحويل الارانب، بيقول الارانب ما بتكبرش والارانب مش بتحول معانا، الارانب مش بتوصل 2 كيلو في 70 يوم. طبعا يا جماعه بالنسبه لتحويل الارانب الموضوع ده بيبدا من قبل كده شويه. يعني ايه؟ يعني بيبدا يا جماعه من عند الام. اول حاجه يا جماعه بيبدا من عند الام ديت الفتره بتاعت الحمل بتاعتها كانت الام دي جامده، كانت الام كويسه، كانت الام ما عندهاش اي امراض. الام لما ولدت انت اعتنيت بها كويس واكلتها كويس، ولا قعدت قطع اكل وجالها جرب او جالها اي حاجه، او انت قدامها العليقه وما بتاكلش. طبعا يا جماعه كل الحاجات دي بتاثر على الخلفه وبتأثر على لبن الأم. وبتيجي الخلفة يا جماعة بتيجي تفطم الأرنب، ما تلاقيش الأرنب إن هو فيه وزن، وما تلاقيش الأرنب عنده مناعة، وما تلاقيش في الأرنب حاجة أصلا، فبالتالي الأرنب ما بيحولش بعد كده. فالموضوع ده يا جماعة بيبدأ من عند الأم من قبل الولادة. من أول الأم ما تبقى أنت لقحتها وعرفت إنها عشار، بتبدأ إن أنت تعتني بالأم. الأم يا جماعة المفروض إن هي ما يجيلهاش أي أمراض. الأم المفروض إن هي تبقى بتاكل كويس، ما تفرحش بالأرنبة اللي هي تقول بتاكلش عليقة ياما، وإن هي بتوفر في العليقة أو كده. لا، هي لو ما كلتش كويس مش هتنتج معاك كويس. فطبعا يا جماعة أول ما الأرنبة بتولد إحنا بنحط لها حاجة خضراء، وقبل الولادة بحوالي 5 أو 6 أو 10 أيام حتى، لأن في الفترة ديت لو هي في بطنها عدد بيكون الأكل بتاعها بيقل من العليقة. فطبعا الحاجات الخضراء دي خفيفة يا جماعة، وفيها عناصر غذائية كويسة، وبتحضر لبن كويس للأم كمان عشان الخلفة بتاعتها. هنشوف مع بعض الخلفة اهيت يا جماعة. طبعا احنا حاطين قش الرز زي يا جماعة زي ما قلنا، والناس اللي ما عندهاش قش رز طبعا بتحط نشارة. طبعا الأرنبة عاملة عش ممتازة يا جماعة. هنشوف طبعا الخلفة بتاعتها ونشوف العش لو فيه أي حاجة زي ما قلنا طرية من مطرح الدم أو مطرح الولادة فيها رطوبة من القش ده، بنطلعها بره وبنحط مكانها قش تاني. أول حاجة يا جماعة هنقفل على الأم كده برضو زي ما قلنا كتير قبل كده، ما تعملش اي حاجه في الارانب الصغيره وانت فاتح على الام، عشان ممكن ان هي تعضك. حتى لو هي ما بتعضش وهتبدا ان هي برضو من الخوف على اولادها ان هي تجري فوقهم ممكن تموت ارانب منهم ولا حاجه. فطبعا بنقفل بالابلكاشه كده في المكان ده من بره كده. ابلكاشه هي بحطها عشان ما مدش ايدي حتى اقفل الباب من جوه. بحط الابلكاشه دي بين الولاده والبطاريه، فبالتالي بتقفل المكان بتاع الارانب اللي ما بتشوفش اي حاجه. وبنجيب العلبه معانا برضو اللي بنشوف فيها الارانب اهي، نحطها كده وبنشوف الارانب بسم الله ما شاء الله ناتفه عليهم كويس اهوت. احنا طبعا يا جماعه لسه الجو برضو يعتبر مش حر، يعتبر لسه في فصل الشتاء، فطبعا النتف ده مهم جدا. برضو يا جماعه فيه دم اهو في العش، الدم ده لازم يطلع. الدم اهو يا جماعه اللي انا بتكلم عليه، الدم ده لازم يطلع، واي حتت من المشيمه لازم تطلع، لان الدم ده يا جماعه ممكن يعمل بكتيريا، والبكتيريا ديت هتعمل التهابات ضرع للام. مش هتأذي برضو الارانب دول اكتر من الام، يعني البكتيريا دي ممكن تأذي الام اكتر. ولو في حتت من المشيمه او ارنب ميت او اي حاجه، طبعا هيعمل ريحه وحشه في المكان، وهيسبب ان الام هتسيب الارانب ومش هترضى ترضعهم بعد يومين ثلاثه. هنشوف الارانب هم مع بعض بسم الله ما شاء الله. هنجيب شويه شعر بس من دولت كده نحطهم. طبعا الدم ده انا هطلعه يا جماعه بعد ما اقفل الفيديو، عشان طبعا بصور بايد وشغال بايد، فطبعا مش هعرف اطلعه من الجش. بنجيب مقص يا جماعه عشان الجش لافف اهو الام عاملاه. بنجيب مقص وبنقصقص الدم ده كده، وبنروح مطلعينه شايلين الحته اللي فيها الدم كلها والحاجات ديت ومطلعينها بره، وحاطين مكانها، او مش لازم نحط مكانها لو هي حته مش كبيره. بسم الله ما شاء الله يا جماعه ارانب حجمهم حلو اهو برضه، بالنسبه لانهم بسم الله ما شاء الله باين عليهم انهم عدد اهمت. وهنشوف مع بعض هنعد الارانب ادي واحد، اتنين،
3 4 كده في العلبة، وهنعد اللي جواهم. اللي جوا يا جماعة 3، يبقى كده 7 أرانب اهم، بسم الله ما شاء الله. مفيش طبعا أي أرانب ميتة ولا أي مشيمة ولا حاجة، مفيش غير هي الحتة ديت مطرح الأرنبة ما كانت بتولد اهيت، طبعا فيها دم اهيت. هنحط الأرانب مكانهم كده تاني هما. وهنجيب مقص طبعا بعد ما اقفل الفيديو زي ما قلت لكم، وهقص الحته ديت. وطبعا بعد ما اقص الحته ديت هطلعها، مش هيبقى فيه في العش اي حاجه طريه، العش هيبقى نضيف يا جماعه. تقريبا القش ده طبعا بيبقى في الشمس بيبقى معقم تماما، الشمس طبعا بتبقى جات لاي ميكروبات فيه، فطبعا العش بيبقى تقريبا معقم. تلاقي الام صحتها حلوه والارانب الصغيره صحتها حلوه وبتحاول معاك على طول، مفيش اي امراض، ما تلاقيش ارنب ميت، ما تلاقيش الام عندها التهاب ضرع او اي حاجه. فطبعا الحاجات دي كلها يا جماعه حاجات مهمه جدا وحاجات صغيره لازم تخلي بالك منها. وطبعا مش هوصيكم ان احنا الام ما ينفعش ان احنا نحطها للذكر طالما جايبه 7 ارانب واكتر، ما ينفعش ان احنا نحطها للذكر قبل 10 ايام من بعد الولاده. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.